سلام، أنا آلاء. أه بغيت ندوي اليوم على واحد الموضوع. بما أن 2026 قربات، إن شاء الله تكون بداية حسنة لينا كاملين إن شاء الله، وبداية جديدة لأي حاجة وصفحة جديدة لأي حاجة في حياتنا كاملين إن شاء الله. كنت شفت بزاف كل ما كتجي لحظة، يعني كل ما كيجي عام جديد كيقول لك خصنا نكتبوا الاهداف ديالنا، نكتبوا الاهداف ديالنا. وهذا العام خصني عندي هذا الهدف، بغيت ندير شحال من حاجه، بغيت ندير هذه وهذه وهذه. كتلقى الورقه عامره من الاهداف. حتى انا كنت كنديرها صراحه، كنت كنديرها وكنت كنكتب بزاف ديال الاهداف، وكنقول هذا العام غندير هادشي كامل. كي دوز العام ما كنلقى راسي ما درت والو. فبغيت نقول لكم واحد النقطه اكتشفتها فاش بديت كنقرا في الديجيتال ماركتينغ. واحد النقطه اكتشفتها اللي هي باش تعرفوا باللي وضع الهدف من الاشياء المهمه بزاف. وضع الهدف راه شي حاجه مهمه، شافوها مهمه. كانت هي من بين اوائل الدروس اللي قريتها، شافوها مهمه بزاف. كانت من اوائل الدروس اللي قريتها في الديجيتال ماركتينغ، واللي هي كيفاش تحط الهدف ديالك، كيفاش توضع الهدف. فباش نحطوا واحد الهدف كيجينا واحد التساؤل. دابا حنا الهدف حنا واش كنختاروه ولا كنكتشفوه؟ هنا كيجي هذا السؤال، واش الهدف حنا كنختاروه ولا كنكتشفوه؟ هي بجوج، ولكن انواع ديال الهدف. فالهدف كاين اللي كنختاروه، الهدف اللي كنختاروه كيكون مبني على على ظروف خارجيه، على ضغوطات خارجيه، على شنو عشنا حنا، شنو كنعيشوا دابا، شنو كيفاش دايره حياتنا اكسترا. دونك الهدف هذا كنختاروه، يعني كيكون محتم عليك، اولا كيولي داك الهدف من بين، اولا ديك الحاجه اللي باغي ديرها كتولي من بين الاهداف ديالك اللي خصك ديرها. دونك الهدف اللي كنختاروه حنايا، ناخذ حنا كاكزامبل، ناخذ مثلا بغيت نتعلم لونجلي. الهدف ديالي انني هذا العام نتعلم لونجلي. مثلا انا النيفو ديالي A1، نيفو ديالي انا A1. بغيت نولي كراك في لونجلي، بغيت تولي النيفو ديالي C2 فور اكزامبل. فمثلا هذا كهدف يقدر يكون هذا هدف اختاريته انا او لا اكتشفته. فانا هدف كهذا اختاريته، يعني مثلا ان الظروف الخارجيه حتمت عليا انني نوضع تعلم لونجلي كهدف اختياري، يعني واجب عليا انني نطبقه، انني نحطه من بين الاهداف ديالي. فمثلا تكون ظروف القرايه ديالي حتمت عليا انني نتعلم لونجلي، خصني نقرا بلونجلي. المستقبل ديالي او لا الخدمه ديالي حتمات عليا انني نكون كنعرف كنتقن لونجلي. بغيت مثلا نسافر برا، خصني اللغه اللي هي لونجلي فور اكزامبل. دونك هنا الهدف كيكون كاختيار، اولا كتوضعوا مثلا نتايا من بين الاوائل ديالك، اولا من بين الحاجات اللي، اولا من بين الحاجات المهمه اللي كتولي هدف من بين الاهداف ديالك. وكاين اهداف كنكتشفوا، الاهداف اللي كنكتشفوها كتكون حنايا ما حنا غاديين في هاد الدنيا، وحنا غاديين في هاد المسار ديالنا، كنكتشفوا شحال من حاجه وكتولي حتى هي من بين الاهداف ديالنا. فمثلا انا قبل من هاد السنوات هاد، يعني في السنوات اللي قبل، يعني كانت طريقه تفكير اخرى. يقدروا اهدافي اللي عندي دابا انا اللي اكتشفتهم دابا كانوا اصلا ما عنديش داك الوقت. دونك انا اكتشفتهم، يعني ولاو اهداف مكتشفه، ماشي اختاريتهم وانما اكتشفتهم. من بين الحاجات اللي كنت باغا نركز عليها هنا اللي هي الاهداف. الهدف كيفاش انا نوضع الهدف، كاين واحد القاعده اللي قريتها في، قلت لكم قريتها في الدروس الاولين اللي كانوا في الديجيتال ماركتينغ، اللي هي بيتين جولز. فانا باش نحط واحد الهدف خص نمشي عليه واحد القاعده. كاين واحد القاعده ذهبيه كتسمى سمارت جول: specific, measurable, achievable, relevant and time bound. specific يعني نتايا كان عندك واحد الهدف، الا شديتي داك الهدف سقطتيه على ديك القاعده، عمر كل فراغ من هذيك الاشياء اللي كتكون ديك القاعده، فالهدف راه مزيان. سبيسيفيك يعني خص الهدف يكون محدد. ناخذ مثال ديال نتعلم لونجلي. فالهدف انا حددته نتعلم لونجلي، يعني سبيسيفيك. الحاجه الاولى تشاك. الحاجه الثانيه ميجريبل، واش نقدر نقيس هذا الهدف انني نتعلم لونجلي؟ قابل للقياس ولوجيك، يعني نقدر نقيسو انني غنتعلم لونجلي، يعني قابل للقياس. اتشيفبل، واش قابل للتحقيق؟ هو يس لوجيك، يعني يقدر يتحقق في اي وقت، نقدر نحققه الا مشيت على واحد الحاجه اللي غنقولها لكم من بعد. اتشيفبل
تشاك حتى هي relevant، واش ملائم لأنا شنو كنعيش، واش ملائم للظروف ديالي، واش ملائم مع شنو انا باغا ندير في المستقبل. يس حيت لونجلي غتنفعني، غنحتاجها في قرايتي، غنحتاجها في خدمتي، غنحتاجها الا بغيت نسافر برا. relevant يعني ملائم اشنو انا باغا ندير، لونطوراج ديالي مع انا شنو باغا ندير، مع اهدافي الاخرين. يقدر هدف يتربط باهداف اخرين. و تايم باوند حاجه مهمه بزاف، اللي هي كيكون واحد ديدلاين خصك تحددو. فور اكزامبل انا النيفو ديالي A1 في الانجليش، بغيت نردو B2 في الانجليش في غضون 3 شهور. هذا هو التايم باوند. في غضون 3 شهور انا بغيت نرد لونجلي ديالي B2. هذا هدف وضعته مهم، ملائم، محدد. دونك هذا فاش سقطت هذا الهدف على كاع هاد الاركان ديال هاد القاعده اللي هي سمارت جول، تلائم معاها، حطو من بين الاهداف ديالك اللي يعني هدف غيتحقق باذن الله. ولكن خصك تسير على واحد الحاجه. وهنا كيجي واحد السؤال، يعني بعض الاهداف يعني طبقت عليهم هاد القاعده ديال سمارت جول وكانوا اهداف منطقيه لوجيك يعني قابله للتحقيق نورمالمون، ولكن واخا طبق على هذه القاعده ما كتحققش. شحال من هدف كتطبق عليه القاعده كيبان لك لوجيك وانك قادر ديرو، ولكن ما كيتحققش. علاش؟ حيت كاين واحد الحاجه اخرى مترابطه بها، وهي الدرس واحد اخر قريناه او لقيته في الديجيتال ماركتينغ، اللي هو put your plan او لا strategy. خص تعرف كيفاش دير واحد استراتيجيه، واحد الخطه باش انك تمشي على هذا الهدف. فور اكزامبل ناخذ انا الهدف ديالي اللي قلت لك بغيت نحول النيفو ديالي من A1 ل B2، او نطور النيفو ديالي من A1 ل B2 في لونجلي في غضون 3 months، 3 شهور. فانا هاد الهدف اللي خديته الا مشيت على واحد استراتيجي خصها تكون ملائمه ليا انا. هاد استراتيجي الا مشيت عليها، وكل واحد فينا عنده استراتيجي ديالو، الا مشيت على هاد استراتيجي غيتحقق هاد الهدف. وشحال من واحد حط الهدف وكان هدف منطقي وذكي وكل شيء، ولكن ما تحققلوش حيت ما مشاش على استراتيجي. كما كيقولوا ان هدف بدون خطه راه غير مجرد امنيه او لا غير حلم. فالهدف فاش كيكون في بالك وانت ما طبقتيش، ما مشيتيش على استراتيجي، حيت الاستراتيجي هي بحال قلتي الخطوه الاولى بانك تحقق داك الهدف. باش كتكتب ديك الاستراتيجيه وكتبدا فيها في اول نهار وكتبدا تمشي على ديك الاستراتيجيه، فهي اول خطوه ليك انك غتحقق هذا الهدف. ولا استمريتي عليها فراك غتحقق هذا الهدف. فقلنا استراتيجي او لا هدف بدون استراتيجيه وبدون خطه كيبقى غير مجرد امنيه او لا حلم، يعني غير خيال في راسك، انك قلتي غندير هاد الحاجه وما درتهاش، قلتي غندير هاد الحاجه وما درتهاش، كيبقى غير في راسك، ما تطبقاتش على ارض الواقع، بقات غير خيال. الاستراتيجي هي من بين الحاجات المهمين ولا المكملات ديال هذه المرحله، حيت هما جوج مراحل، داك الهدف واستراتيجي. الهدف فاش كتوضعو خص توضع معاه استراتيجي تمشي عليها. مثلا انا نتعلم لونجلي، قلنا من A1 بغيت ننتقل من A1 ل B2 في 3 months، بغيت ننتقل ليها خصني نحدد استراتيجي. هاد استراتيجي خصني اي حاجه كنديرها في نهاري تكون ملائمه مع هاد الاستراتيجي. يعني انا مثلا درت استراتيجي انني غنقرا 6 ايام في السيمانه ديال لونجلي، ساعتين كل نهار، ساعتين كل نهار، او لا نقسمها كيف ما انا باغا. يعني هذه استراتيجي كل يوم غناخذ ساعتين، واخا يكون عندي اللي يكون خصني نطبق هاد الساعتين. وخص استراتيجي تاعي تكون ملائمه مع ظروفي انا. واش وقتي الدراسي كيسمح لي انني نمشي على هاد استراتيجي؟ واش العمل ديالي كيسمح لي نمشي على هاد استراتيجي؟ هنا اي هدف بغينا نحطوه فاش كنوضعوا الاستراتيجيه ديالو خصها تكون ملائمه مع شنو كتعيش نتايا، خصها تكون ملائمه مع الظروف ديالك. انا مثلا نقدر نقرا ساعتين في النهار، انت تقدر تقرا 3، هو يقدر يقرا 1، هي تقدر تقرا غير نص ساعه في النهار. دونك هنا استراتيجي كتلعب دور. استراتيجي ديالي ماشي هي ديالك، ماشي ديالها، كل واحد استراتيجي ديالو. كل واحد خصو يحط استراتيجي اللي تلائمه هو، ماشي شي واحد اخر. ماشي انا نقول لك هذه هي استراتيجيه كنطبقها بالضبط، خصك دير بحالها باش توصل لهذا المستوى في هذا الوقت. لا، كل واحد استراتيجي ديالو، كل واحد مخو، كل واحد وكيفاش كيفكر، كل واحد كيفاش كيستوعب المعلومه. كاين اللي كيستوعب المعلومه دغيا خصو غير شويه الوقت تلقاه تبارك الله دغيا يستوعب المعلومه. كاين اللي ثقيل. يعني كل واحد خصو يراعي الظروف ديالو، ظروف نفسيه، عقليه، اجتماعيه، اي حاجه كيديرها. دونك قلنا هدف خص توضع عليه استراتيجي. بحال قلتي الهدف مقرون باستراتيجي. الا ما كانش الهدف مع الاستراتيجي فراه بحال ما درتي والو، كتبتيه وغتلوحو العام الجاي ما درتي فيه والو. حنا فاش دوينا على التايم باوند او الديدلاين اللي خصني نكمل فيه هذا الهدف او نحقق فيه هذا الهدف باش تما تحقق،
بعض المرات المده الزمنيه كتلقايها ولا كتلقاها محفزه، يعني كتعطيك واحد الطاقه، واحد الحيويه انك تبدا ولا تكمل في هذيك الحاجه. وكاين واحد المده الزمنيه كتخنقك، ما كتقدرش تكمل، كتقول صافي انا ما قدرت مده طويله. مثلا نبقاو بنفس المثال باش ما ندوخوش ديال لونجلي. انا مثلا المستوى ديالي مبتدئ في لونجلي A1، بغيت نوصل نولي كراك في لونجلي في عامين، نولي مثلا C2، مستوى تاعي عالي في لونجلي C2 في عامين، في التايم باوند اللي هو عامين. فانا فاش غنبدا غنكتب هاد الهدف وغندير له استراتيجي اللي عنده واحد تايم باوند، واحد الخطه غنمشي عليها انا غتخليني نوصل لداك النيفو في عامين ديال. فانا فاش غنبدا في هاد الهدف نقدر في واحد اللحظه نوقف، غيبان لي الوقت طويل بزاف. عامين هذيك ما جا مسالاها ديك عامين، ولا نفسي غتقول لي صافي بركه حيت الوقت بزاف وباقي ما بان والو وهاد الهدف ما منوش دوك كاين مده زمنيه كتخنقك. فمن الاحسن او الحل ديال هاد تحيدوا كاع هاد الخطر او هاد الخطر من الوقوع في هاد المشكله ديال ان المده الزمنيه تخنقني. قد نحاولوا حنايا قدر المستطاع اننا نصغروا من الهدف، ما نعملقوهش، ما نضخموش الهدف، نصغروا منه. الهدف الا صغرتي منه فاوتوماتيكمون المده الزمنيه ديالو غتكون قصيره مقارنه مع الا كبرتيه. المده الزمنيه خصها تكون طويله والنتائج خصها مده باش تبان، حيت كاين اهداف اللي هي قصيره المدى اللي تقدر تبان النتائج ديالها في غضون شهور، يعني وقت اللي هو قليل، وكاين نتائج اللي خصها اعوام وسنين باش تبان. فاحنا خصنا نصغروا من الهدف وما نعملقوش وما نضخموش. الهدف هذاك يقدر يتحقق وغيتحقق ويقدر يتحقق باذن الله في المستقبل، ولكن حنايا غنكونوا بحال نقدروا غير هذا السبب ديال ان المده الزمنيه كتخنقنا نقدروا ما نكملوش في هذا الهدف. فاحنا خصنا نتجنبوا هذه المشكله ديال اننا نضخموا من الهدف، فاحنا نصغروه. فنرجعوا للمثال ان قلت انا مثلا بغيت نتعلم لونجلي، بغيت نولي كراك في لونجلي في مده عامين، نقدر نوقف في 3 شهور او في 4 شهور نقول ما قدرتش نكمل والعامين بزاف عليا وما نقدرش نكمل. وهذه كتطابق في شحال من حاجه، ماشي غير في هذا المثال، قرايتك، في خدمتك، في اي حاجه في الدنيا. فاحنا ما نعملقوش من الحاجه، ما نضخموهاش، ما نديروهاش غول ووحش، خصنا نصغروا منها وما نعطوهاش قيمه اكثر من هي شنو كتستحق. فانا مثلا الا قلت لك خصني نقرا لونجلي في عامين، ووقفت في واحد الوقت وقلت صافي، يعني هزيت يدي قلت اوليما واستسلمت او خسرت. هنا المشكل انني المده الزمنيه طويله، فالمده الزمنيه الطويله خصني انا نصغر من هذا الهدف. بلاصه ما نقول انني غنقرا لونجلي غنوصل لواحد النيفو كراك من A1 ل C2 غضون عامين، غنصغر منها، غنقول انا غنوصل غنحول المستوى ديالي النيفو ديالي من A1 B2 في 3 شهور. يعني صغرت شو مقارنة ما بين عامين و 3 شهور، غتبان يعني 3 شهور هينة قدام عامين. 3 شهور فهذا كيعطيني واحد الحافز، واحد الطاقة انني نكمل. وان سورتو فاش كتبدا تبان لك النتيجة واخا غير شوية، يعني ديك الثمار تاع داك الشيء اللي زرعتيه في 3 شهور كيبدا يبان لك. فانا المستوى ديالي مثلا تحسن من A1 ل B2 في 3 شهور باش مشيت على ديك الاستراتيجي اللي حطيت. فخلاني هاد الحافز، او لا فاش بدات كتبان لي الثمار ديال النتيجه ديالي، انه وليت كنفهم، وليت كنعرف نقرا، وليت كنفهم شنو كيقولوا الناس، نقدر ندوي بها شويه يعني مقارنه مع شنو كنت. كاين واحد الاختلاف كبير. فهذا كيولي تاني حافز باش انك تكمل في هذا الطريق، باش انك تستمر في هذه الرحله ديالك ديال العامين اللي قلتيها نتايا وانت حققتي منها غير 3 شهور. فتقدر تزيد 3 شهور اخرين، تقول انا مثلا غنولي من B2 ل C1 في 3 شهور او الاقل. دونك هنا كيولي عندك واحد الحافز انك تكمل، تقدر تكمل. واللي ما كيكملش، كاين فرق ما بين الفاشل وما بين الخاسر. استسلم صافي يقول ما نقدرش نكمل، كيحط الاسلحه ديالو كاملين وكيقول صافي هذا خاسر. حيت كاين فرق ما بين الفاشل والخاسر. الفاشل كنا كتجينا واحد اللحظه ديال ضعف، واحد اللحظه ديال وقوف، واحد اللحظه ديال اننا صافي عينا بارك علينا، خصنا نرتاحوا، خصنا نوقفوا شويه، استراحه محارب، خصنا نوقفوا شويه. او لا كنا نقدروا مثلا ما نكملوش واحد الحاجه، فهذا ما كيتسماش خساره، فشل. او الفاشل هو اللي كيحاول كيخطأ، كيطيح، كيعاود ينوض، كيكمل، هذا فاشل. ما نجحش في شي حاجه ولكن كمل، ما وقفش. اما الخاسر هو اللي يوقف للابد، يعني صافي كيهز يديه كيقول اوليما
ما نقدر ندير والو، ما نقدرش نكمل، كلشي تسد في وجهي صافي. يعني كيستسلم لديك الفكره، كيستسلم انه صافي ما يقدرش يكمل في ديك اللعبه، ما يقدرش يكمل في ديك الرحله. دونك هذا هو الفرق ما بين الفاشل والخاسر. فكونوا فاشلين ما تكونوش خاسرين. يقولك انت فاشل ماشي مشكل، انت فاشل ماشي خاسر. بعد انا وقفت وفشلت وكملت. واي واحد فينا كيدير استراحه محارب. شحال من واحد فينا الهدف ديالو كيكون هو يعني راسم واحد الهدف وحط له خطه ودار كل شيء وراه غادي فيه، وراه غادي فيه، وكيحس راسو بحال تبدل المنظور ديالو ولا تبدل الهدف ديالو وهو غادي في الطريق. يعني غادي في داك تحقيق الهدف كيبدل. هنا تاني كندخلوها في هذا الموضوع ديال ان ماش خساره، كيتسمى فشل. يعني كغير انك فاش بدلتي المنظور ديال الهدف ديالك يعني قلتي راه ما مزيانش، يعني هذا الهدف ما غنكملش فيه. ولكن فاش خصنا ضروري فاش نوصلوا لهذه المرحله اننا يتبدل المنظور ديالنا لواحد الهدف او نبدلوا المسار، بغينا نبدلوا المسار ديال هذا الهدف، خصنا نجلسوا هنا بيننا وبين راسنا ونعاودوا نفكروا في هذا الهدف. حنا علاش بدينا اصلا في هذا الهدف؟ شنو كان الدافع اننا نبداو في هذا الهدف؟ شنو كان الاسباب اللي خلاتنا نبداو في هذا الهدف؟ شنو الاسباب اللي خلاتنا نوضعوا هذا الهدف من بين الاساسيات اللي باغيين نحققوها في حياتنا؟ فهنا كنجلسوا واحد اللحظه اللي هي لحظه سكون بيننا وبين راسنا، وكنعاودوا نرجعوا الافكار اللي كانت جاتنا في الاول اللي خلاتنا نبداو في هذا الهدف. فانت فاش كيرجع لك الفكر انا ديال الهدف او السبب او الغايه من هذا الهدف اللي وضعتيه نتايا، راه اوتوماتيكمون غتكمل فيه. حيت الاسباب اللي خلاتك تكمل او لا تبدا في هذا الهدف هي نفسها الاسباب اللي غتخليك تكمل في هذا الهدف. يعني فاش كتفكر انت الاسباب اللي خلاتك تبدا في هذا الهدف راه اوتوماتيكمون غتكمل فيه. غير استحضرهم، غير استحضر هاد الافكار اللي كانوا عندك في الاول، خليهم هما الوقود ديالك انك تكمل في هذا الهدف. خليهم هما الفيول، هما الوقود انك تستمر في الهدف ديالك وما توقفش، باش ما يخليكش انك تسمى خاسر. مجرد فاشل وقفتي واحد اللحظه ولكن ما استسلمتيش، كملتي في الطريق في الرحله ديالك. دير في راسك بحال مثلا انت كنتي غادي في واحد الرحله مسافر وقفات بك الطوموبيل، كيفاش غدير؟ ما واش غترجع اللور ولا غتكمل ولا غترجع منين جيتي؟ لا ما يمكنش. علاش نرجعوا منين جينا حنايا؟ خصنا نكملوا، ضروري نكملوا. كيفاش غنكملوا حنايا وانا سالا ليا ليسونس من الطوموبيل؟ كيفاش غنكمل انايا في هذه الرحله؟ شنو اللي خلاني خصني نوقف ونسول راسي في ديك اللحظه نيت اللي جاتني انني نوصل صافي نهز يديا ونقول بارك عليا انا هذه الرحله نبقى هنا؟ يقول لي الوضع ديالي اكفس مني كان في الاول. فعندي جوج خيارات، يا اما غنوقف هنا بلا والو، يا اما غنكمل باي طريقه. خصني نكمل في هذا الهدف باش نحققه. الفيول او الوقود ديالي اللي خصني نجيبو باش نعمر هاد الطوموبيل ونكمل في هذه الرحله غنجيبو من الاسباب اللي خلاتني انني ننطلق اصلا في هذه الرحله. مثلا انا الرحله هذيك الواجهه اللي غادا لها زوينه، علاش انا غنوقف؟ مشيت من واحد البلاصه خايبه لواحد البلاصه زوينه، وقفت في الوسط، واش غنرجع للبلاصه الخايبه ولا غنكمل في البلاصه الزوينه؟ باي ثمن غنمشي ليها؟ نعرف نمشي على رجليا، غادا على رجليا. المهم نوصل لديك النقطه اللي انا باغا نوصل ليها. كيف ما كانت النفسيه ديالك، كيف ما كانت الطاقه ديالك، كيف ما كانت الظروف ديالك، خصنا نحولوا كاع هاد الحاجات واخا تكون سلبيه خايبه نحولوها لشي حاجه ايجابيه، نحولوها لوقود اللي هو غيخلينا نستمروا في هذه الرحله. ظروفك مكفسه، نفسيتك مخربقه، اي حاجه، باش ما تبقاش ديك الحاله خصك تخرج منها بشي هدف وتطبقه وتكمل فيه. وباش انا ما نرجعش لحالتي الاولى اللي كنت فيها، ما رجعش لظروفي الاولى، ما رجعش لنفسيتي الاولى، خاصني نعاود نستحضر ديك الفكره. شناهي الحاجه اللي خلاتني انني نبدا هذا الهدف او نمشي فيه او نسير في هذا الطريق، ونعاود ونكمل وما نستسلمش وما نحطش سلاحي ونكمل في هذا الطريق ونستمر فيها حتى نوصل لشنو انا باغا نوصل. ولا مشيتوا بهذه العقليه غتوصلوا لكاع الاهداف اللي درتوها ان شاء الله. توضعوا اليوم بغيتكم، المهم اي واحد بغى يوضع اهدافه ل 2026 ان شاء الله تكون سنه مثمره، تكون سنه احسن من السنوات كاملين اللي قبل باذن الله. وضعوا هذا الهدف، سيروا على القاعده ديال سمارت جول، شوفوا واش الهدف اصلا كينطبق عليه او كيتصب في هذه القاعده وكيمشي فيها. الا كان غدوزو المرحله الثانيه اللي هي تحط استراتيجيه لهذا الهدف وما تعملقش من الهدف، ما تردوش شي حاجه كبيره، وخص الهدف يكون بسيط ويكون صغير ماشي كبير بزاف، يعني قابل للتحقيق ولوجيك وملائم للظروف ديالك. وخصك تخصص ليه واحد الخطه، واحد استراتيجيه اللي تكون ملائمه مع الظروف ديالك، ودير المستحيل انك ديرها، ما تضيع حتى نهار من ديك
الاستراتيجي اللي غتمشي عليها، وباذن الله غتوصل لكاع داكشي اللي بغيتي. وحول من الظروف ديالك، من النفسيه ديالك، من الطاقه ديالك، الفيول، الوقود يخليك تكمل في المسيره ديالك، ويخليها حافز ماشي عائق في طريقك باش انك توقف او باش انك ترجع للور. سير خطوه لقدام. هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتناقشوا هنايا، راه هذه قناه نتناقشوا فيها حنايا الافكار ديالنا، نناقشوا الاراء ديالنا، نناقشوا اي سؤال كان في عقلنا بغينا نشاركه مع شي واحد، نشاركوه هنايا، نتسائلوا. تعلم ذاتي، تعلم ذاتي في الحياه، تعلم ذاتي في كل واحد. كيفاش كيمشي في حياته. حنا باش نشاركوا هنا شي حاجه ديال الفكر والتفكير. شكرا، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله. سلام.